ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده طريقه عمل ارقام فيك، لان في ناس كتير طلبتها مني. هتقول لي طب يا ايفل ايه لازمه الاربع برامج دول؟ طيب دي النسخه الفاضيه اللي انت هتخش عليها بالرقم، وهنجربه في الفيديو ده. الفي بي ان اللي هو من غيره اصلا البرنامج الفري تاون اللي بيعمل ارقام فيك مش هيشتغل، فلازم الفي بي ان. وده النسخ الشامل اللي هتنسخ بيه الرقم تحطه على النسخه الفاضيه، وده البرنامج اللي بيعمل ارقام فيك. تمام، والثلاثه دول هسيبهم لك تحت في الديسكربشن بلينك مباشر. طيب انت لو دخلت على البرنامج على طول من غير ما تفعل الفي بي ان، البرنامج مش هيشتغل معاك. لو جاب لك لوج ان او سيجن اب اعرف ان البرنامج مش شغال، لازم تشغل في بي ان الاول. تمام. لو جاب لك كلمه لوج ان او سيجن اب جرب في وقت تاني، او شغل في بي ان، هات في بي ان احسن كده. تمام. طيب اول حاجه هتعملها بقى ما تنزل دول، هتقوم داخل على الفي بي ان. دي نسخه فاضيه ممكن تحملها، كده كده مش هسيب لك ليها لينك. فانت لو عايز نسخه وكده خش حمل فيرجن 16 بتاعتي، فمش مساله نسخه، انا جاي بعرفك ازاي تعمل رقم فيك. هما الثلاث برامج دول. ده الفي بي ان اللي بيشغل البرنامج بتاع الارقام الفيك، وده النسخ الشامل اللي بتنسخ بيه رقم تحطه على النسخه الفاضيه، وده البرنامج اللي بيعمل ارقام الفيك. تمام. طب انت داخل على الفي بي ان وتقوم دايس على دي كده. شايف ده اللي بيعمل ارقام زائد واحد. تمام. ودي ارقام بقى روسي وكده. طب خلينا في الارقام اللي هي زائد واحد الاول. تقوم دايس على دي كده، فعلى سيب الفي بي ان يتفعل لوحده. من غير الفي بي ان برنامج بتاع الارقام الفيك مش هيشتغل. زي ما انا وريتك هيجيب لك سيجن اب. بعد ما فعلنا الفي بي ان هخش اوريك دلوقتي ان البرنامج هيشتغل عادي. لازم في بي ان. خليك بقى متابع معايا بقى كده، علشان هو اصلا حاجه هبله تعمل رقم فيك، فاهم؟ طيب هدخلك في اعلان، هتقوم خارج منه. هيظهر لك فوق في بي ان، اعرف ان البرنامج يشتغل، ما تخرجش منه. دوس على دي بس، ما تخرجش منه خالص. تمام. اللي هو مؤقت. تمام. هتقوم داخل على البرنامج اللي بيعمل ارقام الفيك بعد ما فعلت الفي بي ان. طيب زي ما انت شايف كده يعمل لك ارقام زائد واحد اللي هي ارقام امريكا. تقوم دايس على الكلمه اللي تحت دي، وتقوم دايس على كريت ان اكونت. لما تظهر لك كريت ان اكونت اعرف ان الفي بي ان شغال، واعرف ان العمليه تمام. طيب هتقوم دايس كريت ان اكونت. هيظهر لك ارقام كتير. هنستخدم دلوقتي النسخ الشامل. تمام. اللي انا برضو هسيبه لك تحت في الديسكربشن بلينك مباشر. تقوم ناسخ الرقم كده، دايس عليه، وتقوم داخل على النسخه الفاضيه اللي انت هتجرب عليها الرقم. موافقه المتابعه. لو محظور هتشوف غيره، لو شغال تمام خش بيه. زي ما وريتك كده الرقم محظور اهو. هتقوم جايب واحد غيره، نشوف اللي فوقيه محظور ولا لا. ثاني. خدنا رقم غيره. لو محظور شوف غيره. مش محظور اهو، احنا خدنا اللي فوقيه. تمام. تقوم دايس على ده كده، تقوم دايس اكد هذا الرقم. تمام. هنا بقى تقوم عامل ايه؟ نغير الكيب اصبروا. هيجي لك على الصفحه دي، وهتجي لك فاضيه عشان انا كنت عامل ايميل. هتعمل تكتب اي حاجه @gmail.com. تمام. وهنا في الباسورد هتكتب اي حاجه. هقول ار يو اي عمر. تمام. وتقوم دايس على دي، هينقلك على جوجل تقريبا. تمام. هينقلك على جوجل اهو. هو عايز يتاكد انك مش روبوت. هيظهر لك حاجه دلوقتي، ايوه انت لست روبوت. تقوم دايس عليها. تقوم دايس على المربع اللي كان هنا. هينقلك على برنامج تاني وهيخش. هيعيد البرنامج تاني من الاول، وهيفتح لك ان انت خلاص اصلا عملت حساب بالرقم ده. هتقوم دايس على الاكس دي. هو مش هياخد في ايدك 10 دقايق اصلا. واخلص وانت بتعمل رقم الفيك، عشان الفي بي ان بيبطئ النت بتاع الجهاز، ويبطئ الجهاز اصلا، بيخلي الجهاز تقيل كده معاك. طيب هتقوم انت دايس على دي وتستنى الكود. تقوم انت داخل على النسخه اللي انت عملت عليها الرقم، وتقوم دايس تم. متابعه. السماح. هيجي لك كده، تقوم دايس تم، وتقوم دايس اتصل بيه. تقوم داخل على برنامج تاني، على البريد الصوتي. هو هتلاقيه جاي دلوقتي الكود.
هتستنى لحد ما الكود يجي. تمام. هو يجي لك في البريد الصوتي. ويفضل يدخلك في اعلانات فكك منها، وهي مش دي اصلا. ده اللي هو بيأكد لك انك دخلت على الحساب، عملت حساب خلاص. طيب لو ما جالكش الكود تقوم عامل ارسال رساله. هو عادي ممكن يجي لك بارسال رساله واتصل بيه عادي فشخ يعني. هتلاقي الكود جاي دلوقتي. افتح انت بس نت حلو كده. الكود جه اهو. تمام. تقوم دايس عليه كده. اسمع كود. 8 2 1. ثواني. 8 2 1. 8 رمز 2 1. تحقيقك هو 4 4 0 0 4. 4 0 4. 8 8 2 2 1. 1. رمز تحقيقك هو 4 0 4. 8 2 1. طيب الرقم زي ما انت شفت اهو دخل عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. نكتب هنا اي اسم عشان اوريك الرقم من جوه. طيب انت مثلا لو الرقم طلع منك من الواتس وعايز تجيب الكود تاني، احفظ الايميل والباسورد اللي انت عملت بيهم الايميل زي ما انت شفت من بره. احفظ الايميل والباسورد عشان لو حبيت تخش تاني تجيب الكود بتاع الرقم ده. تمام. عشان لو مثلا الرقم اتحظر وفكيته وعايز تخش تاني، رقم طلع بره النسخه، انت مسحت النسخه وعايز تخش بنسخه تانيه كده. طيب قدر انت قلت لي عايز اعمل رقم تاني ايفل، اعمل ايه؟ امسح البرنامج؟ اقول لك لا. بص، هتقوم دايس على حسابي، تسجيل الخروج، لوج مي اوت. هيعيد لك البرنامج من الاول، اعمل بقى رقم غيره. وزي ما قلت لك لازم في بي ان. هسيب لك الثلاث برامج، البرنامج اللي بيعمل ارقام امريكي اللي هو ده، وبيعمل ارقام بريطاني، بيعمل ارقام روسي. تمام. وهسيب لك لينك الفي بي ان، وهسيب لك لينك نسخ الشامل عشان تنسخ الرقم تحطه. تمام. طيب زي ما انت شايف هو ممكن تعمل رقم تاني. تمام. بس تراستر الفي بي ان. طيب فكك بقى من البرنامج ده، احنا خلاص كده عملنا رقم فيك. وتقوم قافل الفي بي ان. ايه في الفي بي ان عشان بياكل من النت، يعني لو انت فاتح داتا في اقل من دقيقه الداتا هتخلص. طيب وتقوم دايس ستوب، هيدخلك على اعلان زي ما انا وريتك كده. هتقوم دايس على الاكس دي. بس الفي بي ان اتقفل. تمام. يعني خد 41 ميجا في اقل من ما فيش اصلا. ما انا بقول لك هيخلص لك الداتا. طبعا كده نخش نشوف الرقم. زي ما انت شايف رقم فيك اتعمل اهو. كلم بيه ناس براحتك والدنيا تمام ومش هيطير منك. عايز تعمل رقم بريطاني، رقم روسي، تعالى بقى افهمك ازاي. تخش على الفي بي ان. كل ده عباره عن الفي بي ان بيفعل لك اللي هو رمز الدوله. تمام. احنا كنا عاملين رقم امريكا اهو. لو عايز تعمل رقم بريطاني اهو. لو عايز تعمل رقم اللي هو بتاع باريس، رقم بتاع فرنسا، كل دي بلاد. تمام. وهسيب لك الفي بي ان ده تحت في الديسكريبشن. طيب بس كده يا قلبي، زي ما انت شفت الرقم اشتغل ومفيش اي مشكله اهو. دي طريقه تعمل رقم فيك، علشان في ناس كتير قوي قالت لي عليها. وهتخش تكلم صحابك عادي جدا. كنت هعمل اصبروا كده اهو. تخش تكلم ده عادي، عادي جدا اهو. مفيش اي مشكله ولا هيطير منك ولا اي حاجه. رقم الفيك اتعمل اهو. طيب كنت اقول لك ايه. ده النسخه الفاضيه مالكش دعوه بيها. انت اي نسخه عندك تعمل عليها رقم امريكي براحتك، مش هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. وده الفي بي ان اللي بيشغل البرنامج اصلا. وده النسخ الشامل اللي انت بتنسخ بيه الرقم من البرنامج تحطه تحطه على النسخه الفاضيه. تمام. وده البرنامج اصلا اللي بيعمل ارقام فيك. بس كده انا كده عرفتك كل حاجه، يعني عباره عن ازاي تعمل رقم فيك. فهمت كده؟ سيب لك التلاته تحت في الديسكريبشن برابط مباشر. يلا سلام.